حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وانت وهنا. تفتح. حبايب قلب ام علاء وعلا واحمد وحبايبي كلهم، صباحكم فل وهنا، صباح الورد والياسمين على احلى متابعين. طبعا ما عنديش اغلى منك يا احمد، انت الحته الجوانيه يا احمد. يلا بينا يا جماعه، قبل ما نبدا الروتين هنسمي بسم الله بس يا الرحمن ماما مش الرحيم. معاك. حبيبي تسلم لي يا احمد، والله العظيم انا مش عارفه يا احمد كنت من غيرك اعمل ايه. والله انا مش عارفه، انا ببقى يعني حاسه ان انا كده وحيده من غيرك يا احمد. ده ليه انت بقى؟ قلبي وعقلي وروحي وسندي في الدنيا. تسلم لي. حط بوسه. هم اللي يحطوا بوسه ولا انت اللي تحط لهم بوسه؟ لا انا اللي هحط له. انا لا. وده بوسه من مامتك يا احمد ليك، عشان انت شاطر وبتساعدني يا حبيبي تسلم لي يا رب، تسلم عيونك، تسلم كل حاجه. حبايبي تسلموا لي يا رب. طبعا يا جماعه انا انا بحبكم قد قلبكم. طبعا يا جماعه دلوقتي انا طلعت اهوت فوق بدري، وقلت بقى اطلع السرير. طبعا احمد ابن حبيبي بيساعدني، عشان في السرير يعني في حاجات كتير مولل بقى والحاجات اللي هي بتاعته دي الخربانه دي. خربان. فبيساعدني. بصوا والله العظيم واد راجل، واد راجل بمعنى الكلمه. لما يكون عيل صغير كده يساعد مامته ولا يقف معاها، يبقى ده فوق راسي، انت فوق راسي يا احمد. طبعا عمالين بقى نشيل طلع السرير. والله العظيم احنا طالع عينينا، يعني انا دلوقتي بقالي تقريبا سايباه في الاوضه تحت بقاله. بص هو عمال يبصكم، هو فرحان جدا، ما اعرفش هو فرحان ليه اساسا، فرحان من السوس ولا من النمل ولا ايه، بس هو فرحان. لا فرحان من السرير اللي طلع فوق. هو مهما كان عيل فحاسس بتغيير، فالتغيير ده بالنسبه له فرحه، انما انا بالنسبه لي مش فرحه ابدا يا احمد. انا زعلانه يا حبيبي، زعلانه والله عشان البق والحشرات والحاجات دي، وربنا يعديها على يلا خير. نطلع الكروتين التاني. ربنا يعديها على خير بقى. انا مش عارفه قعدتهم يعني 15 يوم فوق السطوح، السرير بالملل بالكومودينات بالفرش بالحاجات دي كلها، اسيبهم لمده اسبوعين في الشمس يتحمصوا، ولا اعمل هم كده كده باشوا من جوه من الميه من كتر الميه. بس انا ان شاء الله انا هملاهم بقى، عايزه املاهم بودره ورش وبيرسول والحاجات دي كلها. يا انا الحشرات اللي طالعه دي، يعني يا انا يا هم، يا يموتوني ويخلصوا عليا، يموتهم وانا واخلص عليكم. فكرهم يعمل بالله عليكم حط لايكات كتير، واللي ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، واللي اول مره تشوفني اهلا وسهلا يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني في قناتي المتواضعه دي. طبعا عماله اجيب رش وابخ، وبصوا انا طالع عينيا. ماما انت اديت لي البتاع رش بيه. لا يا حبيبي، دي مسممه، الرش ده ما ينفعش، ما ينفعش اي طفل يمسك، ولا بيرسول ولا الرش بتاع النمل والصراصير والحاجات دي، ما ينفعش خالص، تتاذي. الحاجات دي لازم تبقى بعيد عنها. وكان الاصول عليا كمان البس كمامه، تمام، عشان اي واحده لو بترش حاجات دي البسي كمامه وخاف على نفسك وعلى صحتك. يعني الصحه ما بتقدر بمال، ما بتقدرش بمال. بس انا يعني ايه، بحاول ان انا ارش وانا بعيده عنهم. طبعا عماله ازعق لاحمد اقول له ما ينفعش كده، ابعد عن الرش خالص، ابعد عن الشر وغني له يا احمد. يعني ربنا يلطف بينا يا رب ويعدي المحنه دي على خير، لان طبعا في الوقت ده. طب انت مش راضيه تديلي البتاع اللي بيرش لا يا ميه احمد ليه؟ ما ينفعش يا حبيبي. دلوقتي يا جماعه اولادي اقسم بالله العظيم بيناموا في الارض، فعايزه دعوه حلوه منكم لربنا يرفع عني البلاء والهم. انا بالنسبه لي ده بلاء، هتقولوا ده حاجه بسيطه يا ام علاء وسرير وعادي، واحنا نايمين في الارض، فالدنيا يعني الحمد لله رضا. بحبكم كتير، بحبكم كتير، ويا رب يا رب يا رب كل واحده شايفاني وكل واحده سامعاني ما تترميش في اللي انا فيه، عشان بتوجع قوي. لايك وقلب وباي باي.